يلا بينا توكلنا على الله. كنت بحكي معاكم يوزنج الفوتوشوب. انتوا كنتوا عايزين الشير سكرين، قولوا للباشمهندس مش كده؟ باشمهندس كانوا عايزين الشير سكرين ده افيلبل نت سبورت ولا ايه؟ اه لا مسؤول اصلا احنا نت سبورت ده كله. يلا بينا توكلنا على الله. كل كده تمام وشغلنا لكم الريكورد باذن الله ويلا بينا. فوتوشوب بس قفل. احنا اول حاجه عملناها واحنا بنفتح الفوتوشوب هقول بسرعه عشان الناس اللي عايزه الحاجات تبقى ريكوردد معاها تبقى كله تمام. اول حاجه عملناها ان احنا اتفقنا ان احنا هنفتح برنامج الفوتوشوب لاول مره. فان شاء الله لما يفتح دلوقتي هيبقى عندنا حاجه من الاثنين، يا نيو يا اوبن. الفيرجن اللي عندنا هنا هو 22 اهو. انا لسه فاتحه الفايل دلوقتي حالا. من دقيقتين احنا كنا فاتحين فايل. حد هيقول لي انت لسه كنت قايله ان احنا المفروض الفايلز اللي فتحناها قبل كده تبقى موجوده هنا. الجهاز تهنج ففصل فمثلا ما كانش مسيب ان ده هو باست بروجكت يعني. ماشي اهو. اول حاجه هعملها هقول نيو بروجكت من هنا او نيو فايل. هسلكت التايب بتاع الفايلز اللي انا عايزاها. الريسنت ده مقاس هو مسيبه عنده بيخليه دايما موجود طول الوقت. السيفد ده لو حضرتك مسيب مقاس معين عايزه دايما يبقى موجود معاك. عايز تسيب مقاس زي مقاس الكفر فوتو بتاعه الفيسبوك. عايز تسيب حاجه زي البروفايل بيكتشر مقاس مش الستاندرد اللي هو بيسبورتها او اللي هو بيدعمها. ماشي الكلام حلو. لو مش عايز خلاص خير وبركه. الفوتوز هي مقاسات الصور. ودايما هتلاقي الريزوليوشن بتاعها 300. واتفقنا ان عندنا حاجتين، الريزوليوشن 300 لاي حاجه برنتد او الريزوليوشن 72 لاي حاجه هتفضل على السكرين او ويب. زي التابه بتاعت الويب اللي احنا واقفين فيها هنا دي. هختار من التابه بتاعت الويب اي مقاس عندنا. كده كده المقاسات دلوقتي بقت حره اكتر عشان حوار الريسبونسيف. هختار المقاس هتلاقي المقاس بيتكتب عندك هنا. هعمل نيم للفايل بتاعي. احنا النهارده ليكتشر 1. هسمي دي داش 2 عشان احنا كنا عاملين 1 من شويه. هتلاقي اهو مقاسها يقدر يتغير بحريه. وحده القياس باي بيكسل عشان احنا بنستعمل كل حاجه بيكسل بير انش بي بي اي. هشيل الارت بورد النهارده ولسه بعدين نتكلم عليها بالتفصيل. النهارده احنا لاندسكيب ولا بورتريه، يعني الصوره بالعرض ولا بالطول. يعني عرضها ضعف طولها ولا طولها ضعف عرضها على حسب انت عايز ايه. ماشي كده كده الطول بيطول معايا براحتي قدام. ريزوليوشن 72 عشان هي مش هتطبع. عشان اتكلمنا الحاجات اللي مش هتطبع دقتها بتبقى اقل شويه من الحاجات البرنتد. الكالر مود اللي تحتها ار جي بي. وعندنا 2 تايبس تانيين او 3 تايبس سي ام واي كي لاب كالر بيت ماب. هنتعرف عليهم لما نبقى فوتوز مثلا. فلما تفتح هنا كده تلاقيهم اهم موجودين معاك. لكن احنا النهارده ويب او صفحه عاديه احنا لسه بنتست. فهنقول ار جي بي. الباك جراوند وايت يعني خلفيه الصفحه بتاعتي ممكن تخليها ترانسبيرنت لو عايز او ممكن تخليها كاستم. تختار اي لون نفسك فيه. مش فارقه لان كده كده احنا ما بنشتغلش عليه. وانس ان حضرتك قلت كرييت هتلاقي الصفحه بتاعتك اهي اتكونت وبقى ده الشكل بتاعك. ماشي انا ما شلتش اللي تشيك من على ارت بورد زي ما قلت ولا ايه؟ اي جس لا اهو. ماشي معلش هرجع تاني بس واشيله. هيتكون عندك ده شكل الورك سبيس بتاعك في البروبرتيز بتاعتك اللي احنا واقفين فيها. الناس اللي شغاله فوتوشوب اقدم من كده الحته بتاعت البروبرتيز دي مش قاعده هنا. مش هتلاقيها لازم تجيبها من جوه وتبدا تشتغل عليها. ماشي. اهم تابه عندنا هي تابه اللايرز اللي تحت. اتفقنا ان السكرين بتاعتنا الورك سبيس بتاعنا كبير شويه نقدر نتحكم فيه اكتر. اهو. في تابه فوق اللي هي فيها الفايل والايديت والايمج والكلام ده كله. في تابه في اليمين في سب تول بار اللي موجود تحت. حكيت معاكم فيه على حاجه واحده وهي شكل سطح المكتب او الورك سبيس اللي احنا شغالين فيه. من هنا من عند الكلمه اللي اسمها essential. تقدر تغير على حسب التايب اللي انت فيه. اكوردنج للحاجه اللي بتختارها بيغير شكل بيئه العمل اهو اللي احنا بنبقى موجودين فيه. ليه بيحط حاجات هو شايف انها مفيده للناس اللي بترسم 3 دي. بيحط حاجات مفيده للناس بتاعه الجرافيكس زي ما بدأ يحط فونتات واشكال. عشان احنا واحنا بنشتغل ويب هنضطر ان احنا نكتب. فهنحتاج التكستنج يكون موجود معايا في حاجات كتير. وهكذا واحنا شغالين.
تمام. هنختار باراجراف من حاجه، نختار جرافس، ايفن احنا عايزين نبدا نختار ايه، هتلاقيه شغال معانا. انا همشيها اسينشال لحد ما واحده واحده نبدا نفهم التولز اكتر. اتكلمنا على كذا شورت كات عندنا. اول حاجه الاف فور فول سكرين 3 مرات. فول سكرين العادي اول واحده اللي بيشيل اي تفاصيل بتاعه الويندوز. فول سكرين الثانيه بيشيل كل حاجه ما عدا التابه اللي انا فيها او الصوره يعني. الثالثه بيرجعني تاني. لو عايز اعمل زوم ان وزوم اوت، لو لسه فاتح الفوتوشوب مش هتبقى عارف تعمل بالسكرول، لازم تروح من edit preferences اخر واحده تحت اهي، وتبدا تغير في التولز. افتح جنرال معايا عشان اقول لك على حاجه. هدخل في التولز هلاقي هنا زوم وذ سكرول ويل. ماشي. وفي حاجه تانية مهمه، سكراتش ديسكس. ساعات الفوتوشوب وهو بيسيف، لما بيجي يسيف والديسك بتاعه بيخلص بيقول لك ان هو فول ميموري او الرامات مش قادره. فبليز وانت شغال حاول قسم شغلك على اكتر من بارتيشن، لما واحد يخلص يروح للتاني، لما واحد يخلص يروح للتاني، وده هيبقى حل كويس. اوكي. هتلاقي بعد كده الزومينج شغال ان واوت. دونت فورجيت ان وانت واقف تبدا تسيف الفايل بتاعك. هو كده كده المره الاولانيه سيف، فانا هقول له بس سيف از اتاكد. احنا حاطين حاجتنا زي ما انتم عارفين في كومن، اعتقد في البي سي كومن. كريتنا اهو لنفسنا مكان احيد الاجهزه هنا دي فريز. احنا كل مره هنكريت ولا لا؟ طيب كل يوم هنكريت ونرفع على الدرايف. خلاص ماشي. يلا بينا. النهارده احنا قلنا كام في الشهر؟ الموضوع ده شرير قوي. طيب هنعمل كده جوجل كلاس روم ونبقى نرفع عليها الحاجه اول باول، بحيث الحاجه تبقى تمام حلوه هنا، ونسيبها واحنا واقفين. ادي ليكتشر 5 داش 1 عشان دي اول element عندنا. بعدين فتحنا قائمه لاير من هنا، لو مش لاقيها عندك وده نادرا هتفتح من ويندو هتلاقي عندك لايرز موجوده اهي. ماشي. ممكن ان الشاشات شغاله مع الناس تمام. اول حاجه عندنا هي باك جراوند اللي هي الكراسه بتاعتي. المفروض ان الفوتوشوب عباره عن شفافات فوق بعض، شفافات مش حاجات مصمطه. اول واحده بس هي اللي انا اخترت ان اللون بتاعها يبقى ابيض. يا ريت ما نبقاش بنرسم اي حاجه على الباك جراوند، ويفضل ان حضرتك طول ما انت شغال تبقى بترسم كل حاجه على سيباريت لاير عشان يبقى سهل عليك تمسحها. مش معنى كده انها ما بتتمسحش خالص، بتتمسح. ماشي. وينفع تسلكتها من لاير معينه وتمسحها، بس مش حاجه صح. الصح ان طول الوقت يبقى عندك كل حاجه مرسومه على لاير مستقل تقدر تشتغل عليه. اتفقنا؟ حلو جدا. ماشي. وانا واقفه من هنا هقوم قايله له اهو ادنج من هنا بيعمل نيو لاير. تمام. واللي مش عايز نيو لاير ممكن يقف وهو شغال اهو، يبدا يشتغل بكنترول شيفت ان. كنترول شيفت ان. كنترول ان هتعمل نيو بيج يا فندم. خلي بالك من الموضوع ده. ماشي. انا ببطئ الكلام شويه عشان حاسه ان في ديلي في الشاشات فبالراحه. لكن وانا واقفه على قائمه لاير كنترول شيفت ان يبدا يكريت نيو لاير. يفضل ان اللاير ما تتسابش فاضيه. لما بتعمل كنترول شيفت ان بيطلع لك الشاشه دي ويندو صغنونه، يقدر يسالك على صفات اللاير، على عكس تماما لو عملت لاير من هنا يلا هو بيحطه خلاص. ماشي. شوف الاسهل لك ايه واعمله. لو عايز تعمل كده وتعمل لها رينيم هتقف من هنا تقول له بي جي اهو، واحنا واقفين كده وبدانا نشتغل. تمام. دي اول لاير. من الحاجات اللطيفه انك تقف على الثامبنيل نفسه وتعمل رايت كليك وتقول له من هنا لارج ثامبنيل فيبقى شكله كويس. وانك تقف هنا كده على الشكل ده على الاي. الاي دي معناها هايد او شو اللاير مش ديليت. هايد او شو اللاير يعني هي ستيل متخزنه معايا في الملف بتاعي. لو عايز اعمل ديليت يا اما بعمل ديليت في الكيبورد كنترول زد بيرجع لورا، يا اما بتاخدها دراج اند دروب للديليت بutton، يا اما الاحسن من كل ده ان حضرتك وانت واقف بتدوس على علامه ديليت عشان يطلع لك مسج تاكيديه يعني. الموضوع ده بيبقى مهم لان ساعات غصب عننا بنسلكت لاير واحنا مش عايزين نعمل ده. اتفقنا؟ اوكي حلو قوي. ماشي الكلام. لو عايزه الون اللايرز عشان تبقى جايد ليا تقف عند الايكون بتاعت العين وتعمل رايت كليك وبيبدا يقول لك اختار الوان.
كل ما بتختار الوان كل ما الشكل بيبقى احسن. يعني تعالى نعمل لاير جديده نسميها سيلكشنز، واحنا واقفين هنا وتقف على الشكل ده رايت كليك او تقول له لون مثلا. تعالى نعمل تاني من هنا نقول له سيلكشنز 2 مثلا، او تعمل رايت كليك وتبدا تغير الوان. اللايرز اللي احنا عملناها دي انا بس ممكن اسحب كده لفوق او اقفل اي تابه مضايقاني عشان حضرتك تبقى شايف. هتقف كده من هنا هتلاقي عندك ايه كلوز تاب جروب، ليه؟ عشان بس اوريك اللايرز النهارده. ترجع تاني منين؟ اي تابه مسحتها من ويندو موجوده. بروبرتيز اللي انا مسحتها اهي، ادجستمنت اللي انا مسحتها اهي. تمام حلو. عايزه احط الحاجات دي في جروب زي السلكشنز، همسك ده وبالكنترول وانا واقفه وانس اني عملت جروب من تحت وانا على الكنترول هيحطهم كلهم في جروب وسمي الجروب ده سيلكشنز. تمام. الفرق ما بين الجروب واللاير، الجروب بتشيل مجموعه من اللاير، اللاير هي حاجه. رحت على الباك جراوند وبدات عايزه الونها. في 3 طرق لتلوين الصفحه. انا عايزه الونها كلها مش حته وحته. ماشي، عملت ايه؟ قلت ان عندي 3 طرق، يا اما بالبوكيت، التو بوكيتس اللي تحت دول اللي الماوس بيلعب عندهم، ما تسمى بالفور جراوند اند الباك جراوند كلر. لو عملت عليها دبل كليك ممكن حضرتك تغير اللون بتاعها. جبت الوان منين؟ جبت من هيكس ديسيمالز، يعني الوان مكتوبه بالارقام والحروف. دخلت اونلاين على اي ويب سايت وكتبت هيكس كلرز. دخلني على ويب سايت مرسوم فيه الدايره اللونيه او البوكيتس بتاعت الالوان، وكل لون اهو موجود تحت الرقم بتاعه اللي انا عايزاه. تمام. انا عايزه الهيكس ده هاخده كده كوبي وارجع تاني وهحطه تحت كده. هتلاقي اللون بتاعه. يو كان بقى ان انت تلعب فيه وتغير براحتك. الالوان متقسمه اتش اس بي، هيو، ساتوريشن، برايتنس. الهيو اللي هي كلمه اللون، اللون الاساسي، اللون بدون اضافه اي حاجه، بدون اسود بدون ابيض بدون جراي بدون اصفر بدون اي حاجه. اللون بيور اكنك كده جايبه من الانبوبه. تمام زي ما بنقول. ساتوريشن درجه تشبع اللون، يعني اللون 100% ولا اللون واخد تنت ولا اللون مغمق شويه ولا كده. برايتنس درجه النور اللي في اللون قد ايه، فاتح ولا غامق ولا الكلام ده كله. ار جي بي ريد جرين، فين؟ ريد جرين بلو اهي اللي تحت. سي ام واي كي سايان اللي هو الازرق السماوي اللي هو غالبا ده. ماجنتا الاحمر الغامق خالص اللي مدي على مور. يلو بلاك. ال اي بي اللاب كلر، اللاب كلر الالوان الضوئيه، وهشرحها لكم قدام لو احنا عايزين نتمشى فيها شويه. وانس انك قلت اوكي خلاص اللون ما اتحطش في الصوره، اللون اتحط في البوكيت اللي تحت. يبقى انا حطيته ازاي؟ تعالى نغير الابيض اهو. وقفت اخترت احمر بقى لون كده من نفسنا. عايزه الون اعمل ايه؟ عايزه تلوني باللون اللي فوق ولا اللون اللي تحت؟ لو عايز تلون باللون اللي تحت يبقى وحضرتك واقف هتعمل كنترول باك سبيس. تمام. لو عايز تلون باللون اللي فوق، اللون اللي فوق اسمه فور جراوند واللون اللي تحت اسمه باك جراوند. تمام. لو عايزه الون بلون الفور جراوند تبقى الت باك سبيس. اتفقنا؟ حلو كده جميل تمام. ولا ده ولا ده. عايزه الون بحاجه ثالثه. عندي فيل كلر من الايديت. عندي هنا حاجه اسمها فيل كلر. فيل كلر وانس انك قلت فيل هيطلع لك ان دلوقتي الكونتنت بتاعك يوزنج فور جراوند. لا، هتفتح من هنا هتلاقي كلر، هتقدر تختار المجموعه اللونيه اللي انت عايزها. هناخد كده جراي اهو. وانس انك قلت اوكي هيبدا يلون عليك. انا لسه طبعا ما قلتش الصفات اللي تحت. اتفقنا؟ ماشي. فانا دلوقتي ادي الباك جراوند لونت، ما بقتش سوليد زي ما انا كنت واقفه عليه من شويه. انا اسفه، ما بقتش فويد، ما بقتش ابيض شفافه، بقت تحتوي على لون. تمام. انا نسيت والله الصوره اللي انا عاملاها دي سي ام واي كي ولا ار جي بي ولا ايه. عندي حاجتين اقدر اعرف بيهم الموضوع ده من هنا. بص، اولا دلوقتي دي الديتيلز بتاعت الصوره، انا عامله زوم 66%. بص لما اعمل كنترول زيرو كبرت اهو شويه وهكذا. بص 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 الزوم، الزوم باين هنا والزوم باين هنا. تمام تحت اهو. وهنا بيقول لك اهي انت واقف على اللاير اللي اسمها بي جي، انت ار جي بي كلر متسايب على 8 بت. في علامه استريك يعني معناها ان حضرتك عملت شويه تعديلات ولم يتم تسجيلها.
تسجيلها سيف يعني. تمام، فلازم تعمل كنترول اس. نعم. الاستريك، شايف الاستريك دي الفيونكه؟ اوكي، بص لما تعمل كنترول اس اوكي. نعم. تاني تعالى اعمل اي حاجه، ديليت وهايد. او بص دلوقتي حصل ايه اهي، كنترول اس اعمل سيفنج. الحمد لله الحمد لله الفوتوشوب ادركوا المأساة اللي كانوا فيها، ان كان بيرجع باك بكنترول الت كنترول الت زد. دلوقتي بقى كنترول زد خلاص يرجع ال 40 خط، ربنا يبارك له. ماشي، ادركوا ده من 2020 يعني، في دلوقتي 3 فيرجنز او كده. اتفقنا؟ ماشي حلو. فانا دلوقتي اهو كريت باك جراوند وهكذا. طبعا الباك جراوند دي مش عاجباني، اكتشفت ان انا عايزه ارجع فيها لون عليها لون تاني. مش هيحصل في الوضع اللي احنا فيه في الجريدينت، هيفرق قدام. هنا هتلاقي دي الكالرز اللي احنا واقفين عليها. بص بص لما بتغير هنا في قائمه كالر مش سواتشز، بص ايه اللي بيحصل تحت. خلي عينك على الفور جراوند تحت وعينك على الكالر اللي هنا. بص ايه اللي بيحصل، بص بص بيغير ازاي. هختار اي لون بسيط وميله له الت باك سبيس، فبدات الشكل بتاعي يغير. حلو كده اهو، والاشكال تغيرت بهذا النوع. من شويه برضو قلت لك كنترول ار بتبدا تكريت الرولر او المسطره. اتاكد انها باي بيكسل يوزنج رايت كليك، هتلاقي وحده القياس محطوطه لها. وانس ان ده حصل احنا تمام وزي الفل ومكريتين اشكالنا وحاجتنا والدنيا تمام. اتفقنا؟ طيب عايزه دلوقتي ابدا اعمل تصميم بسيط النهارده كده، مثلا يا دوبك كده شويه سكتشز نقدر نعملها لاي سيلكشنز ويب سايت. شوف الحاجه اللي انت عايز تعملها ايه. انا هعمل زي حاجه بسيطه كده نبدا نجرب فيها. هو انا اصلا عشان ابدا اقسم الصفحه حتت اعمل ايه؟ اولا محتاجه يبقى عندي المقاسات اللي انا شغاله بيها، فالديفولت ان انا راسمه المقاسات بتاعتي دي في سكتشات. برنامج بقى بيرسم سكتشز ماشي، راسمها على ايدك ماشي، وعايز تشوفها هي اكتر كل واحد ماشي. حلو. وبالتالي ارجع اقسم. انا عايزه اقسم ويب سايت يكون متقسم التلت والتلتين. يعني لو انا واقفه كده، اسمح لي كده اخد برنامج البينت اجرب بيه عشان بس اوريك يعني. تمام، فاكني كده واقفه من هنا رسمه كده سelection، اكني دي هتبقى منيو، واكن الجزء ده ربنا كده يكرم هتبقى صوره. اي صوره لما اجي ارسمها لك هتلاقيني بعملها لك بخط. تمام. وبعد كده عايزه اقسم ده ان دول يبقوا كده 3 سكشنز كده. حد بيكلمني؟ اديني ثانيه. نعم. اكس دي ماشي، اه طبعا عايز يعمل اكس دي ماشي، عايز يعمل فيجما ماشي. تمام. انا مش عارفه هنا منزل اكس دي ولا لا، احنا هنعمله بالفيجما تمام بعد كده يعني. بس الكلام ده مش للواير فريم اللي هو الشكل ده، للحاجه لما خلاص هتبقى انتر اكشن كانيميشن. لكن انا لسه رايحه النهارده للعميل اوري له سكتشات، فالمفروض اعملها بايدي وبقى هي حاجه سهله. يكونفيرم بس ان ايوه ماشي، خلي الفيديو في اليمين والصوره فوق. بالظبط تمام. ارهق نفسي ليه في فيجما والاكس فيلم دي راح يقول لي الديزاين كله على بعض كده. ماشي اهو. حلو كده اهو، واقوم جايه هنا كده سو كيوت او معامله كده. ماشي، طبعا مش قد بعض انا بينت يعني. فعايزه ابدا ارسم حاجه بالفكر ده. ايه اللي يخليني ابدا اقسم الاشكال الموجوده كده او اعمل اشكال كده؟ عندي كذا طريقه للبناء في الفوتوشوب، اهمها سelection تول، الاداه اللي تحت الموف. تاني واحده اختصارها ام. وبص كده اول ما بتختارها بيبدا يوريك ديسكربشن. ليه ام؟ عشان اشهر سelection موجود فيه ماركي. ماركي اللي هو الشكل المتوازي مستطيلات او مربع او الكلام ده. تمام، ده الماركي. اي حاجه عايزاك تبقى فاهمها جنبها دروب داون منيو من تحت من هنا كده، يعني معناها بتفتح. بص بص لو دوست على السهم ده رايت كليك تفتح لك شويه حاجات. اي حاجه جنبها سهم صغنوني يبقى بتفتح. اي حاجه في اي برنامج على فكره فيزابيلتي. ماشي اهو. اول حاجه الام فور ريكتانجلر ماركي تول، اليبتيكال ماركي تول، سنجل رو ماركي تول، سنجل كولوم، وهكذا. تمام. تعالى نختار اول واحده، ودي باي ديفولت. هيبدا يرسم سelection. تعالى كده، ما ترسمش بقى على البي جي بقى، خليك شاطر. افتح السelection، اختار السelection اللي احنا كريتناه. هنيجي هنا اهو، يلا بينا نرسم كده. بص 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 فوق في الرولر بيعمل ايه؟ بيبدا يوريك المقاسات. بلس ان وانا بكتب بيبدا يقول لي انا برسم مقاس شكله عامل ازاي.
مش عاجبني المقاس ده، عايزه ابقى بتحكم في المقاس. كمان شويه هقول لك ازاي تتحكم في المقاس. كويس. انا رسمت الشكل بتاعي، مش عاجبك كنترول زد. لو مش عايز كنترول زد كنترول دي فور دي سيلكت. نسيت ان كنترول دي بتدي سيلكت. هتلاقي المنيو اللي اسمها سيلكت فيها عندك حاجه اسمها دي سيلكت، اللي هي كنترول دي. دي خاصه بالسلكشن، ان انت لو عامل سيلكت لاي حاجه تقدر تشيل السلكشن. حلو الكلام. يلا بينا تاني. وقفت على الماركي تول، رسمت واشتغلت. على فكره لو عملت شيفت بص بيرسم لك باي ريشيو، يعني واخد بالك ان الاثنين قد بعض، الطول قد العرض. ليه؟ عشان انا علقت ايدي على شيفت وانا شغاله، فبقى بيرسم مربع ايا كان المربع ده حجمه ايه. لو سبت الشيفت بص. طب لو رسمت الالت بص بيعمل ايه؟ بيرسم في التوب ليفت حاجه صغنونه كده. اهو. والكنترول كالعاده ما بتعملش حاجه، اهو هرسم. الصراحه المفروض قبل ما ارسم ما كنتش ابقى عامله كده، ده مش صح. امال ايه؟ كنت ابقى سايبه الهوامش بتاعتي مظبطه شغلي بالرولر، ابقى عامله المارجنز بتاعتي. المسطره بتتيح لي ان انت تمسك كده وتيجي ترسم كده. بص بص، هوامش. انت بتعملي كده ليه نضاف؟ ان انا قبل اول ما اشتغل لازم ابقى سايبه هوامش. مش لازم في الويب سايت، احنا النهارده بنتكلم على السلكشن بشكل عام. في ويب سايت ما فيهاش هوامش، بتبقى فول سكرين. ماشي، فمش ده موضوعنا يعني. انا بحكي معاكي النهارده ان وانت بترسم ايه فكره الرولرز والكلام ده اهو. فبتبدا تتحكم فيها، فتبدا ترسم من هنا اهو براحتك بقى وتمشي شغل. مش عاجبينك كنترول زد. بعد ما رسمته مضايقك هبقول لك ازاي يتمسك، عشان بالموف تول اهو. ارسم الحاجه اللي انت عايزها. تعالى من هنا كده 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 كده، اطلع لفوق اكتر. حلو الكلام، جميل جدا. ابدا ارسم. بص بقى لما تمسك الماركي دلوقتي هتلاقيه بماجنتيك للرولر، واخد بالك؟ بص بص وانتوا بتجربوا دلوقتي على الاسم. اه بيسناب بالمعنى الادق. تمام اهو. بص بقى اهو بيرسم. هخليه على 300. لا والله ايدي مش ظابطه 300، يبقى انا كنت غلطانه. كان لازم امسك رولر واجيب الرولر تقفل على 300، ومن هنا اقوم جايبه الماركير بحرف الام واقوم واقفه عليه ورسمه. اسهل طبعا واحسن كتير. حلو. عايزه الونه ازاي؟ كنترول باك سبيس او الت باك سبيس بالحاجه اللي انت شغال بيها. عايزه امسك اللون اللي تحت. بص بص عملت سيلكت، بدات اهو اغير اللون بتاعي، او بدات اغير الباليته كلها. تعالى اهو نغير. همسكه عايزه الونه كنترول باك سبيس وانا واقفه كده. اوكي. حلو الكلام. خلصت كنترول دي. طب معلش قبل ما اروح على كنترول دي، اي تول من التولز اللي احنا بنختارها من على ايدك الشمال بتتحول التول بار اللي فوق لحاجات خاصه بيها. لو حضرتك شايف الماوس اللي انا عماله اعلم عنه كده، يعني ايه؟ يعني من فوق بيبقى الشكل العام مختلف اهو. يعني بص كده، سيبك من التولز اللي انا لسه ما شرحتهاش، بس بص كده لما اغير. بص بص، ارجع لي تاني على الماركين. بص الطول اللي فوق اتغيرت ازاي. اول حاجه بيبدا يقول لك إيه واحنا واقفين، الهوم بتاعي اللي انا واقفه فيه اهو. تمام اهو. ارجع تاني. هنا هتلاقيه بيقول لك نوعيه السلكشن اللي انت اخترتها. انت مختار ماركي. طريقه البناء، الجزء ده مهم جدا. انت بتبني سنجل اليمنت، يعني كمان شويه لو جيت عملت كده الاول اتمسح. بص لو جيت عملت كده التالت اتمسح، الرابع اتمسح، الخامس اتمسح، السادس اتمسح، السابع اتمسح. بصوا اهو. ما كنتش عايزه كده. امال كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه اقول له امسك كذا حاجه مع بعض، اعمل لي يونيون. يعني بص وانا واقفه كده عايزه ارسم الصوره مثلا سي كده. انا بلعب طبعا، وعايزه ارسم كده حاجه نازله منها كده وحاجه نازله كده. ما اعرفش إيه اللي انا بعمله ده الحقيقه بس. فبدات السلكشن تجيب اتحادات من بعض. تمام. طيب لا ما كانوش عاجبيني. هتلاقي اللي وراها واللي وراها لطاف جدا من الحاجات اللي بتتكلم في السبتراكت والانترسكت. تمام. بص كده ادي رسمت الشكل ده، عايزه اقطع منه سبتراكت. خدت بالك الشكل عمل ازاي اهو. تمام. او عايزه اقطع من هنا، اكتشفت انه كبير قوي. عايزه اقطع من تحت، عايزه اقطع من الحته دي. يا سلام يا سلام، انت ممكن اصلا تسلكت الاليبتيكال وتقطع حاجه مدوره منه.
طب ايه ده ما قطعش ليه؟ عشان انا وانا بختار الاليبتيكال ما قلتلوش ان انا هنا سبتراكت، يبقى يبدا يقطع كده. بصوا شايفين؟ بصوا الشكل عامل ازاي. طيب لا مش عاجبني، هتلاقي ايه وانت بتتفرج برضو اكتر. تمام، تعالى كده اختار من الرايت كليك في الريكتانجلر. تمام، اختار اللي وراها الانترسكت تقاطع. تعالى كده جرب، بص بص امسك لي كده انهي شكل اللي هيتبقى. تمام، وانت جاي بترسم اهو. بص هنا مين اللي هيتبقى؟ اللي هيتبقى الحته دي. بص كده. تمام، فالتطورات دي مهمه جدا وطريقه البناء. الفيذرنج هقولها هنا بسرعه وبعدين هرجع لها تاني. هي الشكل بتاعي شيب ولا اللون بتاعه سايح على بره. يعني لو حضرتك عملت هنا كده الشكل ده، بص كده تعالى كده كنترول اتش، انا شلت كل الجايدز. بص ايه اللي بيحصل هنا، الشكل شارب جدا اللون. لو زودت الفيزر هيبقى ناعم اكتر. ممكن اعملها هنا في السريع بس حبان اكتر في الصور. تمام، قبل ما ارسم تعالى هنا اقول له الفيزر بتاعي 50. خلي بالك الفيزر من الحاجات الشريره اللي لما بترجع للتول تاني لازم تصفر العداد بايدك، هي هتتخزن كده 50. ماشي حلو كده، تعالى كده يلا بينا. بص الشكل عامل ازاي، تعالى لونه. اخدت بالك اللون بقى عامل ازاي؟ سايح على بره فعلا اهي. تمام، بنعملها في ايه، في حاجات كتير في الصور. تعالى جرب اعملها 10 بس، قلل كميه الفيزرنج او البلورنج اللي بتحصل. هتلاقي الريكتانجل بقى كأنه راوند. خلي بالك هو مش راوند، هو بيديك اشاره اللون هيحصل فيه ايه. واخدين بالكم الفرقين؟ ماشي، اللي احنا بنسميها بطريقه الالوان اللون ناشع يعني طالع لبره. تمام، كنترول زد اهي، كنترول دي. ماشي الكلام، ما تنسى. بص انا عملت غلطه، انا رسمت كله على نفس اللاير، وهقعد ارجع يوزنج كنترول زد. هرجع الفيزر زيرو. ستايل البناء هقوله في الاليمنتس اللي تحت اللي هي دول ازاي بيبقى. يبقى تعالى اهو تاني نرسم بقى ايه الشكل اللي احنا عايزين نحط فيه الصوره. ادي سelection 2 هسميها سلايدر ايمجز. كويس، هقوم جايه قايله له من هنا هقف وابدا ارسم الشكل بتاعي. اوبس، هي فين الجايدز؟ كنترول اتش عشان تبقى موجوده. لازم ابقى شايفه وانا شغاله. انا كنت راسمه ده على 300 وايدي مسحته. هاجي ده مثلا سي على 310 من هنا او اي حاجه. تعالى نسنتر الصفحه. بص بص اول ما بتقف في النص اللي بيحصل بتمجنتك على النص بتسناب. دي الرولر، انا مش عايزه الرولر، انا عايزه كلير الجايد. يعني بص كنترول اتش، واخد بالك ان الرولر زي ما هي. كنترول اتش بتكلير الجايد. ايوه تمام، اللي انا رسمتهم باللون اللي هو الاخضر الفاتح ده او الفيروزي دي جايدز. تمام، انا بكليرها. تعالى هنا. اه حلو، عايزه الون الشكل ده، انا عملته على لير جديده خلاص براحتي. تمام، ابدا لونه بالحاجه اللي انت عايزها. هتختار اللون اللي انت عايزه اهو. تعالى نخليه جراي على فاتح سيكا. كنت الت باك سبيس، وانا ليه ماسكه الرولر ده. ماشي اهو، يلا بينا. سيب المسطره بتاعتك خالص اهو، انت واقف. اتاكد ان انت واقف على اللاير اللي انت ماسكها. انا رسمت الجايدز بتاعتي، ارسم الحاجه اللي تعجبك. بالمناسبه الجايد اللي انت مش عايزه تقدر تروح بالموف تول. بص 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 وتمسكه وتبعده بيه اكنك مشيته. ديليته لو مضايق. يلا الت باك سبيس هيبدا يلعب. ماشي، الثلاث سيلكشنز اللي هيبقوا موجودين تحت كنترول دي. هعمل هنا هسمي دي ايتم 1. ايتم 1 مش ايتمز اهي. عايزه ابدا ارسم تحت، هرسم ريكتانجل. تعالى بقى على ستايل دي، انا عايزه ارسم الاشكال اللي موجوده هنا. تمام، هتلاقي هنا بقى يو كان ان انت بص 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 فيكسد سايز، اختار مقاس. وفي فيكسد ريشيو اللي احنا عملناها بالشيفت. تعالى كده فيكسد سايز، هتلاقي الويت والهايت بقوا متكتبين. ممكن تكتب المقاس اللي انت عايزه. انا هرسم بالاول بالوايم كده اشوف انا عايزاه كام في كام. يعني على حد، بص هو دلوقتي كام عشان هو رسم 64 في 64.
اللي انا مثلا عايزاه على حد ما انا شايفه كده ممكن تبقى مثلا 150 في 150، 200 في 200. تعال نجرب كده 200 في 200. نبص بصه بصوصه، اول ما هتعمل كليك هتلاقيه رسم. خدت بالك تاني؟ بص بص، اول ما تعمل كليك في اي حته في الشارع هتلاقيه رسم رسم رسم. تكسب، مش محتاجه دراج. دراج ليه؟ ما انا عارفه مقاساتي. تمام، براحتك بقى اهو. خلاص يلا نجرب. هنقف هنا ماشي، نقول له 220. انا ليه كتبت 100؟ 220 في الناحيه التانيه في 220. هرسم واحد واحد على لايرز اهو. ادي واحد، هلونه. هرسم واحد تاني، يبقى هيبقى عندي لاير لازم نعمل لها نيم عشان نبقى عايزين ايتم 2. هرسمها على نفس المستوى. لا مش فارقه معايا نفس المستوى عشان ناخد الالاينمنت كمان شويه. ماشي اهو. تعالى نغمق اللون شويه. ليه؟ معلش عشان نتعلم نظبط الالاينمنت. وبعديها هقوم قايله ايتم 3. هنيجي هنا نرسم. هتغير اللون، بص من تحت. تعالى نرسم واحدة كمان اهو. ماشي، ابدأ هنا كده لونها بأي حاجة. هتغير اللون شوية. التلاتة دول عايزة احطهم مع بعض. هسلكت بالكنترول، وبعد كده بالجروبنج. بقى جروب جوه جروب عادي، ما يجراش حاجة. تمام، نسميها اي. اتفقنا؟ بقى شكلهم جميل وحلو وكل حاجة. محطوطين مرصوصين. عايزة اتحكم فيهم كمان شوية. هاجي بعد كده فوق دي هبقى عايزة اعمل لاير زيادة. خلي بالك انك ساعات وانت ماسك الاوت جروب بيبدأ يكريت اللاير جواه، فخد بالك. ماشي، هسمي دي ادز اللي هو اخر حاجة عندي في الصفحة، ممكن تبقى الاعلانات. هعمل سelection نورمال او فيكسد ريشيو، خلاص مش عايزة سايز بقى، فيبدأ يرسمها لي كده. براحتك لونه باللون اللي انت عايزه. عادة از يوزابيلتي اخر حاجة في الصفحة بتبقى اتقل حاجة في اللون، عشان اكن الديزاين بيقعد او التصميم بتاعك بيقعد. ماشي، فما بنحتاجهاش تبقى كده. ماشي، حلو كده. اوكي، ونسيبها. وده كده في البدايه اللي احنا عايزين نعمله. ممكن اسمح يعني تسمحوا لي ب 10 دقائق تعملوا الحاجات دي وترجعوا تاني. نرجع نكمل. هستوب البتاع ده. لا مش بوت شيرنج، انا عايزه شيرنج وعايزه ابوز الريكورد دي يعني. الناس تجرب وترجع تاني. يلا عودة بعد الفاصل، يلا بينا. وقفنا بقى وكنا عاملين كده لايرز. اللايرز دي كانت مليانه كده شويه حاجات زي بتاعت ايتمز دي، كيوت كده. فكانت واقفه كده ايه جواها شويه حاجات حلوه. بس عندي مشكله ان هم مش مظبوطين. عايزه ابدا اشتغل على ظبطتهم شويه. يعني ايه مش مظبوطين؟ مش الاينمنت، مش جنب بعض، مش فوق بعض، مش تحت بعض. انتوا عايزين البتاع اللي هي بيشير دي صح كده؟ اه كده. كده احسن. ماشي، حلو. طيب اعمل ايه؟ انا كده مطالبه ان انا ادخل في تول اسمها الموف تول عشان اقدر اظبط الاداء ده. موف تول اختصارها في. لو تبص عليها هي اول تول موجوده عندك فوق اهي. اختصارها في الموف تول. اول ما هتبدا تدوس عليها التول بار اللي فوق هتلاقيه اتغير اهو. ماشي الكلام اهو. تبص كده عليه تلاقي شكله كله اتغير. بقى فيه سيلكشنز وبقى فيه حاجه. سيبك من شويه حاجات، انا عايزه السته دول ولا الثمانيه دول. دول الخاصين بالالاينمنت. منهم alignment horizontal ومنهم alignment vertical. طب نبص بصه بسوسه نبص. تعالوا كده نعمل select using control او shift. تعالى، انا دلوقتي بقيت ماسكاهم كلهم باي ذا واي. بص كده بالموف تول اهو. تعالى كده نجرب. بص بص، لو قلت له من هنا alignment، عمل ايه؟ ده alignment الاليمنتس لبعض. بصوا، جابهم كلهم على الليفت. بص هنا، جابهم كلهم في النص. تمام، بص هنا جابهم كلهم رايت. بص هنا، ظبطهم كلهم من حيث التوب. لو نرجع كنترول زد، بص لي كده. تعالى حتى نمسك واحد كده نجرب كده مثلا. تعالى كده، تعالى نسلكت اخر واحده. هتلاقيه بص جابهم كلهم من حيث السنترز. مش عاجبني. هتلاقي بقى بص اللي وراهم بقى الاحلى الاربعه دول. بص
هيظبطهم اكوردنج للالاينمنت التوب، او كلهم في السنتر. تعالوا نبوظهم تاني. تمام. او نحطهم كلهم من حيث البطن، او نقف من هنا نقول له بص بقى كده ايه، ظبطهم هوريزونتال من ناحيه المسافات اللي بينهم. اسمح لي برضو امسك واحد كده. بص كده المسافات مش مظبوطه، صح؟ تعالوا كده. اولا بص اهو، شفت الديستريبيوشن ده عمل ايه؟ ظبط المسافات، ومن هنا ظبطهم. طب خلاص، فبقت الدنيا كلها بص مظبوطه دلوقتي. اقدر امسكهم وانقلهم. طب بعد ما رسمتهم اكتشفت ان انا عايزه اصغرهم كلهم مثلا مره واحده كده، فعايزه اعمل لهم ترانسفورميشن تول. تمام. حاجه من الاثنين، لو انت في الموف تول ممكن تدوس على شو ترانسفورم كنترول وتبقى خلصت، وتمسك كده بايدك. طبعا لو انت مش مخبر بمقاسات، وتصغر او بص وتكبر. لو انت مش عايز وانت في الموف تول تبقى دايما، اوقفها بس تاني، تبقى دايما دايس على الترانسفورم تول، كنت ممكن تعمل كنترول تي هتوديك على نفس التول لو انت مش دايس الموف تول. لو ولا ده ولا ده ونسيت، ممكن تروح في قائمه اديت، هتلاقي في حاجه اسمها فري ترانسفورم اللي هي كنترول تي، وتصغر بقى براحتك. ماشي. طبعا لا نرجح التصغير ده قوي، انا بس عشان بتكلم معاكم في ازاي هاو تو ترانسفورم السلكشنز بشكل عام. تمام. لكن ده ما بتبقاش احسن حل عندي وانا شغال. الموف تول اقدر اعمل بيها ايه كمان؟ اقدر اعمل كوبي ورا. انا دلوقتي خلاص بقيت ماسكه اللاير ده. لطيف قوي ان انت تبقى عامل شو ترانسفورم كنترول عشان تبقى شايف انت ماسك مين. ساعات بتزاولك في الاليمنت الكبيره، بس لو في الاليمنت الصغنوني مش هتحس بمشكله يعني. تمام. فظريف قوي. تعالى كده جرب بقى، امسك الت. بص شكل الماوس عمل ايه؟ عمل اتنين ماوس فوق بعض، كوبي. تمام. في الفوتوشوب الالت كوبي. تعالى كده اهو، هنحط واحد تاني تحته كيوت اهو. عملوا في نيو لاير كمان. بصوا تقدر كمان تغير لونه. ايه ده، لونه ما اتغيرش ليه مع ان انت قلتي ان هو اهو في لاير لوحده اهو؟ شايفينه اهو. ده السؤال اللي كان حد من زمايلنا بيساله من شويه. طب انا عايزه اغير لون الاليمنت ده. هو بالنسبه له في اللاير دلوقتي هو مش منسوخ، مش ملهوش فاليو، ملهوش قيمه. لازم تقف على الثامبنيل. تعالى بس نشيل الترانسفورميشن تولز دي. على الثامبنيل وتعمل رايت كليك، هتلاقي في حاجه اسمها سيلكت بيكسلز. سيلكت بيكسل، تعيد مسكه السلكشن تاني. ماشي اهو. وتغير بقى اللون كده براحتك، وبعدين تقوم عامل ايه؟ الت بيكسلز، هتلاقيه بيغير. نعمل كده اي لون مفرقع فرقوعه، كنترول باك سبيس. شفت؟ وادي كنترول دي تلاقيه غير تاني. انا عايزه امسك حاجه ابدا اشتغل عليها. طبعا لو عايزه تحت او فوق فترتيب اللاير بيفرق. يعني انا لو عايزاه تحت الاليمنت هنقله هنا كده بايدي، هيجي تحت. عايزاه فوقيه فوقيه. ليه؟ عشان احنا عباره عن شويه ورق فوق بعض. فبراحتي همسك تاني واحده ايتم 2 اهي، اللي انا واقفه فيها اهي. ايتم 2 اهي. عايزه اعمل كوبي، اعلق ايدي على الت وامسك كده. نقلت. بس نفس اللون، مش هعرف اغير اللون غير لازم اسلكتها. اسلكتها رايت كليك سيلكت بيكسلز، فتتاكد ان عمل عليها مربع لوني، وبالتالي تقدر تغير اللون اللي حضرتك عايزه. طب انا عايزه نفس اللون اللي ورا ده، او نفس اللون اللي جنبها ده، اعمل ايه؟ افتح البوكيت، وهتلاقي ان الفوتوشوب كله تحول الماوس فيه لاي دروبر كده. سلكت اللون اللي انت عايزه واعمل انتر. وبعدين اللون فور جراوند ولا باك جراوند على حسب. ده باك جراوند. وبعدين كنترول دي، تقدر تمسك اللي تحت وتحطه تحت كده اهو، فبقى نيو تايب. وهكذا في كل الشيبس اللي احنا نقدر نبقى شغالين عليها لو احنا عايزين. عايزه اكرر حاجتين مع بعض ما يجراش حاجه. امسك بالشفت وعلق ايدك على الت وانزل اهو. بص اتكررت ازاي. لا والله عايزاهم فوق براحتي، عايزاهم من هنا اهو. عايزه الاثنين دول يسلكتوا رايت كليك على التمبنيل سيلكت بيكسلز. تمام. هسلكت اول واحد، شوف اللون اللي انت عايزه فيه وغيره. اي حاجه اهي، تتاكد ان اللون وتسلكت كنترول دي، تقوم رايح على اخوه تاني وهكذا. اكتشفت ان ده مش عاجبني، ديليت على طول اول ما تحس ان في حاجه انت مش حاسسها مظبوط. طيب، عايزه ابدا احرك الجروب ده كله.
خلي بالك الموف تول ليها تايبس من السلكشن. يعني هي دلوقتي وهي بتسلكت باي لاير. يعني مهما قفلت الجروبايه دي ومسكت كده، منين ما تعوز تمسك اوبس بيمسك واحده واحده. ما هو انا كايمان ما وقفتش من هنا قلت له ان من السلكت لازم تبقى جروب. لطيف قوي بقى ان انت تيجي وتقوم بص ماسك. الله، طب هو عمل كده ليه؟ عشان مسك الجروبايه الكبيره مش الجروبايه الصغنوني. امسك الجروبايه الصغنونه واعمل لها كنترول تي عشان تضمن ان انت بص ماسكها عادي. هتلاقيه بص جميل وبيطلع وبينزل وشغال. وتقدر تظبطها طبعا، تقدر تطلع وتنزل. الناس اللي ما بتحبش تمسك الماوس بال بالارز اهي. بص الارز اهي بتاعت الكيبورد، وتجيب اهي مالتيبل سيلكشنز ورا. الالاينمنت من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. يو هاف تو كونسيدر يعني. ماشي، جربوا الالاينمنت وارجعوا لي تاني. ما تاخدوش بس وقت عشان انا سبتكم في حبه في صغنطوط عملتوا كتير. يلا بينا يا حلوين. دلوقتي احنا عملنا بالموف تول اول جزئين فيه، ان هو بدانا نحرك الاليمنت ونعمل لهم الاينمنت او بدانا نعمل لهم كوبي يوزنج نفس اللاير. الناس اللي الكوبي عندها ما كانش شغال، انا اسفه الموفنج ما كانش شغال، ممكن تكون ما كانتش عامله من هنا من جروب ان هو جروب، كانت عاملاه لاير. تمام. الاوتو سيلكت يعني ايه؟ يعني وانت ماسك بص كده، بص حد واخد باله دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ما بيغيرش. هو مستنيك تروح تسلكت من هنا. بص مستنيك تمسك كده او تمسك كده. امتى نعمل الاوتو سيلكت؟ مش وحشه على فكره لما يبقى الديزاين كبر قوي 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 ومليان تفاصيل كتير، فانا ابقى خايفه ان انا ابص يمسك اللاير اللي تحت لا او اللي فوق فانا اروح انيم باسمهم على طول، امسك بالاسم تبقى احسن وبيبقى الشغل انضف بكتير يعني. ماشي، ده لو احنا عايزين كده. طب دلوقتي الحقيقه انا رسمت، وبعد ما رسمت اكتشفت اوبس ان انا ما كنتش عايزه كده. انا لسه عايزه الصفحه تطول، انا لسه حابه اتاري اليمنتس كتيره. ابدا اطول الصفحه ازاي او ابدا اعمل ايه؟ الغلطه اللي الناس بتقع فيها ان هي بتمسك الصفحه البيج كلها تمطها، ده مش صح. انا عايزه اطول اللي هي الباك جراوند بس مثلا، لكن مش عايزه اطول الكونتنت. الكونتنت انا عاجبني زي ما هو، انا عايزه اطول الحاجات اللي وراه. فتيجي من هنا من عندنا من مينيو اسمها ايمجز، هتلاقي عند حضرتك كانفاس سايز مش ايمج سايز. مش ايمج سايز، ايمج سايز دي بيكبر الورقه كلها باللي فيها. انا مش عايزه كده، انا عايزه اطول من تحت بس. تمام، فعايزه اخلي الدنيا تحت كويسه. هتلاقي عندك حاجه اسمها كانفاس سايز. بيبدا بص بقى كيوت قوي ازاي. بص بيبدا بص يطلع لك الشكل عامل ازاي. ده المكان اللي هيكبر فيه. يعني انا لو دوست هنا النقطه دي انا واقفه هنا، هيكبر يمين وشمال وتحت، هيكبر يمين وشمال وفوق، هيكبر يمين فوق وتحت وشمال، هيكبر فوق وتحت ويمين. فعلى حسب انا عايزه اعمل ايه، انا عايزه اكبر ازاي، انا عايزه اشتغل ازاي. حلو الكلام. طيب نجرب كده تجربه لطيفه. تمام، انا دلوقتي عايزه اكبر من تحت بس، يعني انا هتشيك انه يكبر من هنا، مش هلعب في البيكسلز الطوليه، هغير من ده. تعالى كده نجرب نخلي دي 1000 وما غيرتش العرض. بص حجم الورقه كبر ازاي. بص السايز الجديد بقى قد ايه. الكرنت سايز كان 3 ميجا لما كانت 1366 بيكسل في 768 بيكسل. الحجم الجديد اهي. اتفقنا. حلو. وانس انها كده تمام هتبدا تقول اوكي. بص اللي حصل اما بتطول بتاخد من لون الفور جراوند باي ذا واي. ماشي، عايز ينفع اغيرها ينفع. ماشي الكلام. تاني كنترول زد، انا عايزه اكبر الورقه بتاعتي. وقفت ايمجز، ايمج، وقفت على كانفاس سايز، اخترت اللي انا عايزه اكبره. انت عايزه تكبري يمين وشمال فوق وتحت، عايزه تكبري ازاي؟ انا عايزه اكبر من تحت بس كده. لو وقفت في النص خلي بالك الالف دي هتتوزع. الالف دي اللي هي زياده مثلا 300 توزع 150 فوق و150 تحت. انا مش عايزه كده، انا عايزه من تحت بس. فوقفت كده من هنا وقمت منزلاها. اتفقنا اهو. قمت جايه من هنا كده قلت له اوكي دول. تمام. عايزه امط بقى الباك جراوند دي اللي انا عملتها الجديده دي. بسيطه، وانت على الموف تول كنترول تي وامسك بايدك كده اهو. الله، هو ليه بيكبر من اليمين والشمال؟ الفوتوشوب
الجديد طول ما انت مش ماسك كنترول ولا شيفت ولا الت ولا اي حاجه بيبدا بص يكبر ويز ريشيو. لكن لو علقت ايد حضرتك على شيفت هتلاقيه بيكبر في الاتجاه اللي انت عايزه بس. طوي. وهكذا تبدا تطول كل الاليمنتس بتاعتك زي ما انت. همسك اهو اللاير الجديده، لازم اعمل انتر بعد الترانسفورم. همسك الادز اهي تحت مثلا، عايزه اكبرها كنترول تي. لو كبرت كده اهي بص هتبقى بتكبر طول وعرض. لا انا بالشيفت هكبر كده. ايوه انا ما زودتش مساحات الحاجات اللي جوه، انا نقلتها بس تحت. انا قلت بس ازود ده عيد يعني، لكن انا ما زودتش الاليمنتس نفسها. ماشي اه، يعني انا قلت بس اعيد الحته دي ليكوا فعدتها في الجزء بتاع الادز. لكن غير كده وانا مش عايزه اعمل حاجه، عايز تسيبها على كده ماشي حلو بركه عشان ما تتشتتوش اهو. حلو، ونبدا نكمل باقي الديزاينز بتاعتنا. يلا بينا. ده كان ممكن جزء يبقى فيه ادز اعلانات. بص 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 بتكبر ازاي. بص بقى لما تعمل شيفت خلاص هتبقى على قد دي بس. طب لا والله انا كنت عايزه دي بس كنت عايزه احطها تحت دول. اه يبقى كانت هتيجي تحت الجروب اللي اسمه ايتمز. بص لما بتقرب من الجروب ايه اللي بيحصل؟ بيعمل ريكتانجل، يعني هيدخل جواه. لكن لو استنيت سيكا هيعمل خط. الخط ده معناه تحت، ويبدأ الشكل يطلع. لو انت على هواك كده خلاص خير وبركة اهو. فيبقى الشكل بتاعنا كده، وابقى انا عملت كده التصميم بتاعي. هات بقى يمين هات شمال وهكذا. دونت فورجيت ان انت كل شويه تبقى بتعمل سيف للاليمنتس بتاعتك زي ما انت واقف، او للاشكال بتاعتك زي ما انت واقف، عشان الشكل بتاعك يبقى كويس. تمام. انا كل ده لسه شغاله يوزنج الماركيتو. طيب خلصت الاشكال بتاعتي خلاص. ودي السلكشنز اللي انا واقفه فيها. هعمل لاير كمان نسميها elliptical. تمام، وانا واقفه هنا اهو. ونجرب مجموعه تانيه من الاشكال. فوانا واقفه من هنا بدل ما انا ماركيت هبدا اختار elliptical. يلا ونبدا نرسم الشكل اللي احنا عايزينه. نقفل بس الايدج ده عشان ايه ما يبقاش لاج. يلا بينا كده واحنا واقفين. اول ما هتدوس شيفت هتلاقيها بتترسم دايره. لو سبت الشيفت هيبدا بص يروح على شكل اوبن. فعلى حسب انت عايز ترسم ايه. اه ماشي، انا عايزه ارسمه والله مش دايره كده، انا عايزه ارسمه دايره قد اللي فوق ده. يبقى اذا من نورمال هختار فيكسد سايز. كنت هختار زي التاني تبقى 220. في اللي احنا راسمينها كانت 220. يبقى ده الشكل بتاعها. باي كليك. عايزه ارسم واحده كمان مش على نفس اللاير لو سمحت. فعشان كده تعالى ارسم واحده بس ولونها. يعني واحده بس هي لونها. بعد كده خلاص بقى احنا اتعلمنا نقدر نعمل كوبي. والكوبي هيوديه على لاير جديده. بص 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 اللي هو بيحاول يعمل لها الاينمنت مع اللي فوقيها ازاي. اه الت تتاكد ان شكل الماوس غير. وتبدا بص تنقل اهو. بص بص بيظبطها ازاي اهو. تمام اهو. الت. نعم. الدوبليكيت بتبقى من اللاير من الجنب هنا وبيحطها عليها في نفس المكان. يعني بص هتسحبها بعديها. انا هنا عملت الخطوتين مره واحده. الاي بالظبط. الالت عملت كوبي وانا بنقل، ففي نفس اللحظه. ماشي. الدوبليكيت بتتعمل ازاي؟ حد من زمايلنا بيسال رايت كليك تقول له دبليكيت لاير، فبيعملها عليها. فيها ميزه انك بتغير النيم ولكن مكانها فين؟ فوقيه. ماشي، انا اقدر اغير كده بنفسي. اوكي طيب. حلو جميل. لطيف كده لحد دلوقتي اهي، والاليمنتس بتاعتنا شكلها كويس وجميل. والله بعد ما رسمت الشكل ده اكتشفت ان انا مش عايزاه كده قوي. انا عايزه ابدا اعمل له استروكيه، يعني اطار. معلش قبل ما نعمل له ستروك تعالوا نراجع الالاينمنت تاني عشان في ناس كانت بتتلخبط فيه. لازم اسلكتهم كلهم، وبعد كده وانا في الموف تول ابدا اشوف انا عايزه اسنترهم ازاي، اعملهم ازاي، اوقفهم ازاي، وهكذا. لو ما عملتش سلكت مش هتعرف. تمام كويس. طب عايزه بقى اعمل لهم ستروكينج كده. ايه حوار الستروك؟ امسك البيكسلز رايت كليك سلكت بيكسل. عندنا كذا طريقه، هقول واحده فيهم النهارده وكل يوم واحنا بنشتغل نقول واحده. هتلاقي من عندك من اديت ستروك اهي. هيقول لك دلوقتي انا هعمل اطار. الستروك اللي هو الاطار او الفريم الخارجي. هعمله 1 بيكسل لونه كذا بلون الفور جراوند. اكيد انا مش عايزه كده والا مش هشوف. تعالى كده غمق اللون شويه. لكن خلي بالك من طريقه بناء الاستروك وهو شغال.
هو هيشتغل من جوه جوه ولا من بره بره ولا نص على نص؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعالى معايا في البنت شويه كده. ماشي، لو انا دلوقتي عندي شكل كده سelection، الستروك عندي كذا حاجه. تعالى كده نرسم لاين. لو انا قلت له واحد واحد ومن بره بره، فهيرسم ستروك كده وبعدين كده. تعالى نغير اللون عشان تشوف. هيرسم من بره واحد كده المقاس كله، وبعدين يرسم واحد كده. معلش انا بقطع ايدي عشان بس ما يرسموش متصل. ده كده من بره بره، اخد المقاس كله اللي انا اديته له من بره. طيب، ايه الحل التاني؟ من جوه جوه. يعني ايه يعمل من جوه جوه؟ يعني وانا واقفه يبدا ما يعملش كده، يبدا يرسم من هنا. ادي الواحد وبعدين الواحد وبعدين الواحد وبعدين الواحد. تمام. طب لا، انا مش عايزه كده، انا عايزه نص على نص اللي هي السنتر اللي انتوا شايفينها دي. يعمل ايه؟ لو انا قايله له السكنس بتاعه واحد، يعمل ايه؟ ياخد نص من بره ونص من جوه، فيعمل دبليكيشن كده، فيرسم من هنا كده واحد نص اهو، صح؟ ويقوم راسم نص من هنا تاني ضيقه، بصوا ازاي. وبعد كده اهو يبقى راسم نص من هنا تاني، وبعد كده يبقى راسم نص من هنا تاني، وبعدين يبقى راسم نص من هنا. او بصوا، وراسم نص من هنا ونص من هنا ونص من هنا. يبقى في فرق، انا برسم من جوه جوه ولا من بره بره ولا الشكل عامل ازاي. تعال نجرب. هنقول له ماشي سنتر، وادينا وغمقنا اللون زي ما احنا عايزين. تعالوا ندخله شويه عشان تحسوا بالفرق. نخليه 10 سنتر. بصوا، شايف الشكل عامل ازاي. تعالى على اللي جنبه، هنعمل سيلكت بيكسلز. نقف هنا، هنقول له ستروك. هم نفس ال10 ولكن قول له انسايد. حد واخد باله من الفرق؟ دي تبدو اكبر، تمام، ودي تبان اصغر. حتى لو تجرب بص تعمل لهم، يعني هتحس في فرق بسيط قوي. بص، مش زي بعض. بص بص ازاي الاتنين مش قافلين على بعض. حلو. طب تعالى نجرب اخر واحده اللي وراها. رايت كليك، سيلكت بيكسل، هقف اديت ستروك وانا واقفه. تعالى نقول له اوتسايد. اوكي. بص بقى اللي من بره بره عملت ايه. اخدت ال10 كلها من بره بره. يبقى ده فرق الاستروكات اللي انا عايزه اعمله. اتحكم فيهم ازاي؟ على حسب الفكر بتاعي في الديزاين. انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اعمل حاجه المقاسات بتاعتي هتفرق معايا، الشكل بتاعي هيفرق معايا، ايه اللي هيحصل. عشان ابقى شايفه كده الشكل بتاعي واضح ازاي وعامل ازاي. نايس، عشان يبقى الشكل اكتر وضوحا يعني ونقاء. متفقين؟ ده كده بالنسبه لفكره اولا الستروك واللاينز. عندنا حاجه تانية برضو من الحاجات الكويسه، وانت واقف برضو في الماركي تول. عندنا هنا حاجه اسمها سنجل رو وسنجل كولوم. يرسم خط بالطول ويرسم خط بالعرض. الخط ده وهو بيرسمه، من ضمن الحاجات المهمه فيه ان هو بص بياخد طول الصفحه كده. بص، وبيبقى 1 بيكسل اهو. بص هو بالظبط مربع. بستعمله في ايه؟ في حاجات كتير قوي. انا ممكن اعمل بيه كوبي لحاجه في السلكشن، ممكن اعمل بيه لاين بيفصل ما بين حاجه وحاجه وهكذا. يبقى هاجي هنا من هنا. تعالى كده نحط له كده واحنا واقفين. نعمل نيو لاير نسميه رو. يلا نجرب نغير لونه. شايف معايا؟ كنترول زيرو رجعني للزيرو 100%. بص كده، كنترول دي قاعد تحته. عايزه اتحكم فيه، مفيش مشاكل لحد دلوقتي يعني اللي احنا خدناه. ممكن نقف كده بكنترول تي وابدا اتحكم كده في الشكل بتاعي. صح، كبر، هات يمين هات شمال براحتك. وانس انك خلصت هيرجع يبقى اللون بتاعه. اخوه مين؟ اخوه السنجل كولوم اللي بالطول اهو. ترسمه في اي حته وترجع تقسم معاه في اي حته في الصفحه. تعالى هنا كده عشان بصوا. تعالى بلاش على نفس اللاير عشان لو احنا عايزين هنسميها كولوم.
اهو، فوانا واقفه اهو، شايفين؟ طب انا ممكن اتخنه شويه طبعا، اي حاجه في الدنيا تقدر تعمل لها ترانسفورميشنز وتبدا تتخنها وتغيرها. تعالى نملى له لون، وادي كنترول تي، بص هتلاقي اهو، تقدر بص بص تتخنه، خليه مساحه كامله. ليه طول كله كده؟ عشان وانا بكبره ما عملتش شيفت، فبقى بيكبر من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال. وانت بس سيلكتد عايز تغير لونه وعايز تعمل حاجه وهكذا، هتلاقي الشكل بتاعك ماشي والدنيا ظريفه لطيفه. وبدات اعمل اهو شويه انهانسمنت صغيره للشكل. عايزه اعمل كوبي للحاجه براحتي، عايزه ابدا ارسم الاشكال اللي انا ماشيه فيها مفيش مشاكل. اهم شكل عندي غالبا هيبقى هو الماركي اللي انا هبقى شغاله عليه. وارسم في كل حته الحاجه اللي انت عايزها، هتلاقي الدنيا ماشيه ظريفه. اهم حاجه تعرف تكبر الورقه ازاي من ايمج. كان بالسايز هتبدا تمشي باللاينز اللي انت ماشي فيها. تعالى هنا نقول له 1500. ايه ده؟ هي لما كبرت عملت كده ليه؟ ما عملتش حاجه، هي بس كبرت من عند الباك جراوند وما كبرتش البي جي. فانا هعمل لها كنترول تي وهمسك هنا بالشيفت واقوم مطاها كده. انا بقى كنت مصغره اللاين ده، مشكلتي انا كنت مكبراه. براحتك بقى، شوف بقى انت عايز تبدا تعمل له عمليه انهانسمنت ازاي فيبقى شكله مظبوط معاك. تمام. ممكن نرسم الاليبتيكال ونعمل لها ستروك ونكبر الصوره ونرجع تاني. يلا بينا. عايزين بقى ايه، نجرب ندخل شويه صور على الفايل اللي احنا فيه ده. هندخلهم بكذا طريقه، هنقول احدى الطرق منهم النهارده. لو انا كده عايزه ابدا احط صور في الدوائر او عايزه احط صور في المربعات دي اعمل ايه؟ انا كلامي محدد، انا عايزه احط الصور في المربعات، يعني تنسرت جوه البتاع ده، صح كده؟ ماشي. يعني معنى كده ان ده هيعامل معامله شكل معين بليس، جواه هيتحط اليمنت ده كده. ازاي؟ تعالوا نفتح اي صوره كده عندنا، نجيب اي صوره لاندسكيب كيوت. هو أنا مش عامله شير سكرين؟ لا عامله ريكورد. لا لا، ده افتكرته، ممكن انساه عادي برضه. لا، كده الشير جد. لما انسى التفاصيل دي قولوا لي ها. ماشي اهو، هفتح كده اي صوره. طبعا اي صوره حضرتك بتفتحها خلي بالك لازم تتاكد من تولز سايز ان انت جايب اللارج سايز، ولازم تتاكد من كلر ان انت لو انت جايب حاجه بي ان جي تبقى ترانسبيرنت، لو انت زي حالاتي تبقى اوكي كده. ماشي اهو، ده الشكل بتاعها لارج. والكلر اي حاجه. التايب لازم لو انت عايز حاجه الستريشن، حاجه تبقى جاف انيميتد، الكلام ده تاخد بالك منه. ماشي، يلا ناخد اي شويه صور من دول. هاخد واحده دي فيها ووتر مارك، لا الصوره مقاسها بيطلع تحتها 6000 في 4000. هعمل عليها رايت كليك، يلا نسيف. اي صوره لما يطلع اسمها كده يبقى هي اتلودت. لو الاسم لسه ما طلعش ومكتوبه ايمجز تبقى هي لسه هتبين داونلودد يعني. فلو سمحت ما تنزلهاش، استنى عليها شويه. بي سي، عشان بالظبط هتطلع مبكسل. اللوكيشن مش باين ليه؟ بي سي. انا غلطانه. ايه كتاكيتي، احنا فين؟ مش احنا في كومن؟ طيب اهي lectures. عاده هنعمل فولدر نسميه assets. ليه؟ بيبقى احسن منظم، اللي هو بيبقى فيه كل الميدياز بتاعتنا. اهو هاخد الصورة دي، ممكن افتحها بكذا طريقة. ممكن ادراج ودروب هنا فوق، او ممكن من اوبن. ماشي نجرب. هقف اهو انا وانا واقفة هنا، همسك الصورة الكيوت دي هاخدها دراج اند دروب، مش هنا، بره. بره فوق هنا، فوق. هتستنى عليها شوية تلاقيها فتحت. انا عايزة الصورة جوه الشكل، يبقى انا لازم احدد الزون اللي انا عايزاه من الصورة، فهعمل سيلكشن على الحتة اللي انا عايزاها. وهتعمل كنترول سي. كنترول سي اللي هي كوبي، او من edit هتلاقي عند حضرتك حاجه اسمها كوبي عاديه. ماشي اهي كوبي فوق اهي، شوف اللي يريح. ارجع تاني ركز بقى، امسك لي السلكشن اللي انت عايزه، اي حاجه. انا عايزه اللاير دي اللي فوق دي، ورايت كليك عليها وقول له سيلكت بيكسلز. بص بقى الجمال، لما تيجي بقى من هنا من edit هتلاقي عندك
كذا حاجه للبيستنج. انا عايزه بيست سبيشال بيست انتو كل صوابع، كنترول الت شيفت في. بص الصوره، الله ما اتحطتش، لا اتحطت يا فندم، بس هي كبيره قوي. تعالى كده اعمل كنترول تي. بص الصوره فين. تعالى كده جرب بقى صغر. اهي الصوره عملت حاجه اسمها لاير ماسك. ماسكس هنحكي فيها في التفصيل بس لسه قدام شويه. بص اهي الصوره اهي، وبقت محطوطه جوه المربع الابيض ده. بص الصوره اهي، لو تاخد بالك. بص انا بعمل ايه دلوقتي، بحرك الصوره في الانر سين اهو. انتر. دلوقتي مفيش حاجه تقول ان الصوره مربوطه بالسلكشن ده. اقف في النص واعمل كليكايه واحده، هيطلع لك اتاتشد كده، يعني معناها ان تم ربط الصوره بالشكل ده. ومنه بقيت لما تيجي تشتغل، بص تشتغل على الصوره بالمقاس. عايزه اصلح الصوره تاني، يبقى شيل الاتاتشمنت وخليك ماسك الصوره وكنترول تي وابدا حرك الصوره نفسها. خلصت شغلك اقفل الاتاتشمنت. اللاير دي ما بقاش ليها لازمه، اللي هي ايتم 1 خلاص، لان ده خلاص هو ده اللي حل المكان بتاعه. تاني، انا عايزه احط صوره في اي شكل عندي من الاشكال بتاعتي، حاجه مدوره كده. لازم اجيب الصوره الاونلاين تبقى هاي ريزوليوشن، بتبقى بيست براكتس، بتبقى من الحاجات الكويسه. ما تستنى لما الصوره تلود، عشان وهي بتتسيب ما تبقاش ايمجز. تمام. المهم يبقى ليها اسم، رقم ايهما. هترجع عندك، هتقف، هتعمل رايت كليك. تمام. لازم يبقى السلكشن معاك. هات لي الصوره، افتحها في الفايل بتاعك، اعمل لي عليها سيلكت. لو عايز منها حته صغننه اعمل حته صغننه بالمناسبه، يعني انا بس اختها كلها كده اي حاجه. كنترول سي، او من اديت كوبي اللي يريحك. ارجع تاني للديزاين، عامل سيلكت بيكسل، كنترول الت شيفت في، او بيست سبيشال بيست انتو. هتلاقي الصوره بقت كبيره. اي صوره كبيره ينفع تتصغر، ما يجراش اي حاجه، بس اي صوره صغننه ما ينفعش تتكبر بالبكسل. بص بص فوق اهي، ما يجراش حاجه اهي. انتر. بعد ما خلصت وعجباني، هكريت اللينك اللي بيربط ما بين الصوره والماسك. الصوره والماسك، الصوره اهي، الماسك اهو. الماسك لو انا عايزه اتحكم فيه، بص بالكنترول تي اعمل ايه. بص دلوقتي، عشان انا لينك، شيل بقى اللينك وجرب، بص اشتغل كده. بص ايه اللي بيحصل. تمام، وهكذا. تمام. الماسكينج من الحاجات برضو المهمه اللي بتشغل حاجات كتير في الديزاين وبتبقى شكلها كويس. تمام. مش لازم صوره بس، انت ممكن تحط كتابه لسه، ممكن تحط فونتات، ممكن تحط اي ديزاين من الديزاين. وبكده بقت اللاير اللي تحت ستيل ملهاش لازمه دلوقتي. دي احد طرق الماسكينج، في كذا حاجه تانية. طيب معلش حته كمان. طب كان في فوق البيست سبيشال كان في حاجه اسمها بيست ان بليس. ايه بيست ان بليس؟ وايه الفرق ما بينها وبين بيست انتو؟ بيست انتو فهمنا، تمسكي دي تحطيها في نفس الشكل. بيست ان بليس لا، لو انا راسمه حاجه هنا تروح في نفس المكان. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا راسمه ريكتانجل هنا على لاير اهو جديده. بص بص فين في الاخر اهو، ماشي، وملوناه باي حاجه. كنترول دي، عايزه اخده، قمت عامله عليه سelection. انا مفترضه يعني اني رسمته امبارح ولا اي حاجه. تمام. وبعدين عملت له كنترول سي، البليس بتاعه اكوردنج للصوره دي تحت. بنعملها في الامضاءات بتاعت الفوتوغرافرز والكلام ده كله، ان كلهم تيجي الامضه بتاعتهم في اخر الصوره من تحت. بص فين اهي، كنترول سي. تعالى في دي، تعالى كده اقول له من ايمج بيست سبيشال بيست ان بليس. بص بقى هتطلع فين لو الاثنين نفس المقاس. بص، خدت لي بالك طلعت فين؟ هو عمل ديتكشن للوكيشن للاكس والواي. تمام. تعالى هنا تاني. تمام. اديت بيست سبيشال بيست ان بليس. بص طلعت فين؟ هتقولي ليه كبيره؟ هقول لك عشان هم مش نفس المقاس. ماشي، بس احنا بنجرب يعني. مش ريزوليوشن، مقاس الورقه. مقاس الورقه مختلف. ها؟ لا، مقاس الورقه مش هو ريزوليوشن. يعني انا وانا واقفه هنا، تعالى كده ايمج سايز. تعالى، الريزوليوشن 72 اهي. ما هي ال 72 دي اسمح لي، هي ال 72 بتاعت النهارده. فين يا فندم؟ في الايمج، ايمج سايز اهي نفس ال 72. طب امال ليه المقاس مختلف؟ عشان دي مقاس ورقه ودي مقاس ورقه تاني. ما يجراش حاجه، عادي. تمام.
يبقى تاني ايه الفرق ما بين بيست ان بليس وبيست انتو؟ بيست ان بليس بتشوف المكان فين وتديتكته. يعني انا لو عندي سيجنتشر عايزه احطها مثلا، تمام. وبالمناسبه احنا بنجيب السيجنتشرز ازاي؟ انت ممكن تقف اونلاين، هتلاقي ممكن تعمل السيجنتشر بتاعتك اونلاين، سيجنتشر اونلاين تكست مثلا اهو، تمام. هتلاقي كذا ويب سايت يقدر يخليك تعمل سيجنتشر. معرفش جربتوا الحاجات دي ولا لا، والحاجات دي فري. انت هتتايب ولا هتدرو؟ انا هتايب، فبيطلعها لك فونتات يعني، عشان احنا لسه بس ما اتعلمناش الكتابه. هكتب اهو ايمان، آه. تعال نجرب. بص بيطلع لك اشكال فونتات كده. انا عارفه طبعا احنا ممكن نجيب فونتس احسن وكده، بس مثلا بالناس اللي مش عايزه تلوت فونتات اتس اوكي، ما يجراش حاجه. تعال نجرب ناخد اي واحده شريره اهو. بيقول لك هتبقى لونها ميلها اي حاجه، الكالر بتاعها اي حاجه. لو انت تمام على كده خلاص هتبدا تقول له اوكي، بيداون سيف. ماشي، تعالى كده نسميها سيج. ماشي، وفي كذا ويب سايت تاني اهو بقى، اكتب اللي يريحك فيهم. ماشي حلو. يلا نعمل ايه؟ هحطها هنا، فهقوم جايبه الصوره، ممكن اعمل لها اوبن من هنا، من اسيتس اهي، ادي ست. ماشي، مقطوعه مش مقطوعه لسه هنتكلم في شيل الخلفيات ده بعدين. الويب سايت ده عشان مش بي ان جي، في ويب سايت تاني احلى ممكن يحطها بي ان جي. هل ده؟ كان في بيحطها هو بي ان جي، كان كيوت اه. اهي البي ان جي احسن كتير. ماشي سيف. هو ده ما بيسالنيش انا سيفت فين، ايه الرزاله دي؟ كنترول اكس. اهي بصوا دي احلى. ماشي، واحده بي ان جي. يعني ايه بي ان جي؟ خلفيتها شفافه. فايل اوبن، نفتحها لوحدها اهي. اتفقنا؟ عايزه اخدها احطها عندي، هاخدها بالحته اللي انا عايزاها بالموف تول اهي. بص انا بنقلها عادي هنا. لونها سيء، انا شريره جدا اهو، وانا واقفه كده اهو. احطها في اي حته معلش دلوقتي. قفلت الفايل وفتحته اي حاجه، هعمل عليها سيلكشن وهقول له كنترول سي. بص هي في نص الورقه ازاي. هرجع هنا، الوتر مارك بتتعمل كده، مش كنترول في العاديه. بيست سبيشال، بيست ان بليس. بص طلعت ازاي تاني على الناحيه التانيه. تمام، في اي حاجه من افندم. طيب اتفضل، أو ممكن لو تستنانا 10 دقايق احنا قربنا نخلص. تمام، اهي من اديت، بيست سبيشال، بيست ان بليس. بص طلعت فين؟ تحت اهي. ماشي، راحت جابت نفس المكان اللي واقف هناك. براحتك بقى انت تنقلها، بس انا بقول لكم عشان بنعمل الاكشن ده اكتر من مره، خصوصا في الصور الكتيره بتاعت الفوتوغرافرز، وبنكرره بحاجه اسمها اكشنز، ان هو يبدا يكرره اوتوماتيك لوحده. ماشي، يبقى احنا النهارده قلنا بيست ان بليس وبيست انتو يوزنج الديزاين بتاعنا ان شاء الله. قبل بس ما تجربوا عايزين نتفق مع بعض على الجوجل كلاس روم اللي هنعمله سوا، عشان تبقى ايه الدنيا تمام. فهعمل ساين وهنحط جوجل كلاس روم مع بعض، نحط عليه الحاجات. آه، هي الشاشة مالها ما بتعملش كده ليه؟ نيكست. فهنعمل جوجل كلاس روم مع بعض، نحط دايما ايه عليه كل حاجة كل يوم. نفتح كده الجوجل كلاس روم. عايزين اعمل لكم درايف اعمل لكم، بس ميزة الجوجل كلاس روم ان هو بيبعت نوتيفيكيشن، فمنين ما احط اي حاجة تبقى موجودة معاكم ان شاء الله. وانس ان انا رفعت الريكورد برضو هحط لكم اللينك بتاعنا. هنكريت دلوقتي واحد جديد. نكريت مين اول حاجة؟ كيتي. نكريت كلاس. اوكي، هنسميه تريننج. ماشي، النهارده كام في الشهر؟ 30/1/2024. فوتو شوب اند فيجما. اوكي، هفتح لكم بالكيو ار كود عشان تسكانوا بالمره.
يلا بينا اكتبوا، مش QR كود، الكود اسكانه. اوكي، صورتوه اهو. اكتب الكود، جوين بالكود. خليها QR كود قبل كده ولا انا يعني، وهرفع السيشن عليه. هرجع اجيبه تاني للناس اللي عايزاه. از كلاس ورك، هنعمل النهارده كرييت. هنكتب كده ليكتشر 1، مش اساينمنت ولا حاجه النهارده، مفيش حاجه. هنسميها ليكتشر 1. بكره باذن الله هنبدا ناخد اساينمنت. براحتكم. انا قلت اول ما جيت اللي عايز من 10 ل 2 انا ما اعترضتش، واللي عايز نفس ميعادنا ماشي، انا ما كانش عندي اعتراض. انا قلت للناس هو انا بحط ازاي البتاع ده ماتيريال ليكتشر. انا قلت انا ما عنديش مشكله، اتفقوا مع بعض وبلغوني. انا هحاسب لكم على فكره انا افيلبل، اي حد عنده سؤال ممكن يبعت لي واتساب اي وقت. النمره اهي. ماشي. اوكي. بلاش كل، الله يبارك لكم، لان انا عايزه النمره واحده، فدي النمره البيرسونال بتاعتي، فانا مش شاطره في الكود. يعني شوفوا انتوا بتشوفوني انا راميه الموبايل اصلا، فواتساب بشوفها بس متاخر شويه، برد والله انا كويس. ماشي. هرفع كده تك 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 ابلود. بما ان الجهاز ده دي فريز طبعا، فاحنا بقى ايه لو ما رفعناش كل مره مش هنلاقي حاجتنا. صح. الحاجه كده هتبقى مرفوعه، وانا سايبه كل ده في الريكورد عشان اللي هينسى الحاجه دي موجوده. تمام. ليكتشر 1 واحنا ستيل لسه فوتوشوب. الكلاس روم فين اهو. تاني الناس اللي ما عملتش سكان للاسم بتاعه جوينوا يا فندم. وهنعمل كده ستوب للريكورد مع بان بقى ما يعمل كونفرت، انا استنى.